السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهدت مدينة فاس ليلة الثلاثاء 9 دجنبر فاجعة كبيرة في حي المسيرة التابعة لمقاطعة زواغ. في هذه الليلة انهارت بنايتان سكنيتان من 4 طوابق في حادث مفجع أثر على سكان الحي وأثار حالة من الذهول والهلع لدى الجميع. اليوم سنقدم لكم كل التفاصيل المتوفرة حتى هذه اللحظة مع آخر الحصائل الرسمية والتدخلات التي قامت بها السلطات، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته. وقع الانهيار في وقت متأخر من الليل حين كان معظم السكان داخل منازلهم، وهو ما زاد من مأساوية الحدث. البنايتان كانتا متجاورتين ومكونتين من 4 طوابق ويقطن فيهما عدد من الأسر. وقع الانهيار في وقت متأخر من الليل حين كان معظم السكان داخل منازلهم، وهو ما زاد من مأساوية الحادث. البنايتان كانتا متجاورتين ومكونتين من 4 طوابق ويقطن فيهما عدد من الأسر، حيث أفادت تقارير بأن 8 أسر على الأقل كانت تسكن هاتين العمارتين. حسب المعطيات الرسمية أسفر الانهيار عن وفاة 19 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. المصابون نقلوا على الفور إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي العلاج، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أي ناجين محتملين تحت الأنقاض. بمجرد وقوع الانهيار هرعت فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى المكان، حيث بدأت على الفور عمليات البحث والإنقاذ تحت الركام باستخدام المعدات الخاصة. حتى هذه اللحظة ما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، مع احتمال وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الركام، ونسأل الله أن يتغمد جميع المتوفين بواسع رحمته، وأن يجعلهم من أهل الجنة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما نسأله سبحانه أن يشفي جميع الجرحى والمصابين شفاء عاجلا تاما، ويعيد لهم صحتهم وعافيتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.